بيبدأ فيلمنا داخل كازينو ملك لواحد اسمه سايلك، وبنشوف شاب طائش ومراهق اسمه بو وبيقضي وقت ممتع مع حبيبته. ووقتها واحد من عصابة سايلك بيحاول يرخم عليه ويعامله بطريقة مبتذلة علشان يمشي من الكازينو، وبيدخل في مشاجرة معاه وبيضربوا بو، لكن بيتدخل شخص اسمه كاي ومعاه رجالته وبيطلب منهم ياخدوا بو ويخرجوه من الكازينو. وبيتعارك مع عصابة سايلك وبيرفعوا أسلحتهم على بعض، وبيخرج سايلك من مكتبه وبيضرب طلقات نارية تحذيرية علشان يوقفوا اللي بيحصل بينهم، وطلب من كاي يخرج من الكازينو من غير مشاكل. وبيروح كاي يتكلم مع ابوه وبيكون متعصب عليه وبيعرفه ان اللي عمله غلط لانه بينهم حرب مع جماعة سايلك، لكن بو مش بيهتم لكلامه وبيعرفه انه شغال عنده. وبيرد عليه كاي وبيقوله انه شغال عنده ابوه وطول ما الحرب مستمرة هو في مسؤوليته. وتاني يوم بيلاحظ طفل صغير وجود جثة بو على شجرة وهو مقتول، وبيتم إبلاغ كاي بالخبر عن طريق واحد من رجالته، وبيروح لسينج وبيعرفه بالخبر وإن ابنه اتقتل، وبيبقى مصدوم من الخبر اللي سمعه. بعدها بنشوف رجل الأعمال إيزك وبيكون معاه ماك مساعده الخاص، وبيتناقش معاه بخصوص المشاريع الجديدة. وقتها إيزك بيجيله اتصال وبيروح يرد عليه وبيعرف إن ابن سينج اتقتل، وطلب من ماك يستعد علشان يروح معاه يعزي سينج وكمان يبحث عن القاتل في أسرع وقت. وبنروح لهونج كونج داخل سجن سينج كانج. بنشوف شخص من المساجين وهو بيعرف هان خبر قتل أخوه في أمريكا، وبيتعصب هان جامد من اللي سمعه وبيضرب الأمن الموجود في المكان، لكنهم بيقدروا يسيطروا عليه وبياخدوه لغرفة التعذيب وبيعلقوه في سلسلة في سقف الغرفة. لكن بيرجع الوعي لهان وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيقدر يوصل لمفاتيح الزنزانة ويبدل هدومه اللي زي الشرطة علشان يكون واحد منهم ومحدش يكشفه. وقتها واحد من الأمن بيلاحظ اللي حصل وبيعرف إن السجين هرب، وبيروح يضرب جرس الإنذار، لكن بيكون هان قدر إنه يخرج من بوابة السجن. في نفس الوقت بيروح إيزك ومعاه ماك علشان يواسي سينج في فقدان ابنه، وبيواسيه ووعده إنه هيدور على القاتل بنفسه بغض النظر عن المشاكل اللي بينهم، وإن مفيش حد من رجالته يكون هو اللي نفذ جريمة القتل. وبعد ما بيمشوا بيطلب إيزك من ماك يزود الحراسة على ابنه وبنته ويحميهم كويس. وبنعرف ان بنته هي تريش وبتكون داخل المتجر بتاعها، وبيجي لها موريس من رجالة ماك علشان يحميها ويوصلها. ومع ان تريش مش بتكون حابة الموضوع لانها عايشة لوحدها وبعيدة عن والدها، بتروح تركب معاه. وبنروح لكالفين وهو داخل صالون الحلاقة وبيشوف في الأخبار إن اتحاد الكرة أعلن إن مدينة أوكلاند هتكون المقر الرئيسي، لكن لسه ما حددوش المالك. وقتها بيجي لكالفين طرد، وأول ما بيفتحه بينفجر المكان بالكامل. وبنرجع لهان واللي بيكون وصل أمريكا وبيكون معاه عنوان، وبيحاول يسأل سواق التاكسي علشان يساعده، لكن بيقوله إنه خارج الخدمة. قرر هان يسرق التاكسي، وقبل ما يمشي بتكون تريش في نفس المكان وبتروح تركب معاه، وطلبت منه يمشي قبل ما موريس ياخد باله منها. وهم في الطريق بتفهم تريش إن هان سرق العربية، لكن بتعجب بيه بسبب طريقته معاها في الكلام، وبتحاول تعرض عليه فلوس لكن بيرفض. هان وبعد ما بتنزل بيفضل واقف لحد ما بيعرف عنوان المتجر بتاعها، ولما بتدخل تريش المتجر بتلاقي اخوها كولين بيتكلم مع ابوها من داخل مكتبها، وبيقول له ان ابوه في نفس الليله اللي اتقتل فيها كلمه، لكن بيقطع الاتصال معاه علشان اخته ما تسمعش حاجه، وبتكون متعصبه عليه وبتعرفه انه ما يستخدمش اي اتصالات خاصه بيه من داخل مكتبها. بعدها بيروح هان لشقة أخوه، ومن خلال صورهم والكرة بتاعت أخوه افتكر ذكرياته القديمة معاه لما كانوا صغيرين، وبيتصل على آخر رقم أخوه استخدمه قبل ما يموت وبيسجله في ورقة معاه. وقتها بتكون تريش داخل مطعم وبيروح ماك يتقابل معاها، وبيكون متعصب عليها بسبب هروبها من موريس، وإن اللي بتعمله غلط وهيتسبب في خطورة على حياتها بعد مقتل بو ابن سينج. وقبل ما يخرج من المطعم بيضرب موريس بسبب تريقته عليه. وبيروح كولين لأبوه في مكتبه، وهناك بيسأله إيزك عن اللي حصل معاه في المكالمة، لكن كولين بيعرفه إنه ما اتكلمش معاه كتير، وكل اللي طلبه منه كان عايز يقابله علشان يقوله على فكرة ينهي بيها الحرب اللي بينهم. بعدها إيزك بيبقى متضايق لأن كولين ما عرفوش من الأول بشأن المكالمة اللي حصلت بينهم، وبينهي معاه مقابلته وبيعرفه إنه هيصفي كل أعماله الغير مشروعة وهيفتح مشروع جديد قانوني علشانه. وبعد ما بيخرج كولين بيروح ماك لإيزك وبيعرفوا ان في انفجار حصل في صالون كالفين واتقتل. وبنروح لهان وهو بيراقب تريش وبيفضل ماشي وراها لحد ما بتوصل البيت، وبيدخل يقول لها ان اخر رقم اتصل بيه اخوها قبل ما يتقتل كان رقم المحل بتاعها. وبتعرفه تريش ان اخوها كولين اغلبية الوقت بيعمل اتصالات من عندها، لكن مش متأكدة لو كان هو. وقتها بتوصل عصابة موريس وبيتحجج هان بانه عامل توصيل وبيكون في ايده فلوس عشان ما يتكشفش، لكن موريس ما بيلاقيش الاكل موجود وبيروح يتعارك مع هان، لكن بيقدر يتخلص منهم بعد مواجهة عنيفة، وضرب موريس واخد المسدس بتاعه ورماه في صندوق الزبالة، وكمان سرق العربية بتاعتهم.
وبيروح بعدها يحضر مراسم موت اخوه، وبيلاحظ كاي ان هان رجع تاني، وبيعرف ابوه سينج بخبر وصوله، وبيروح هان يودع اخوه وبيحط معاه الكرة بتاعته وهو حزين على فقدانه. وبنعرف ان هان دخل السجن مكان ابوه علشان ما يتقبضش عليه، لكن هرب مع اخوه بول لامريكا خوفا من حكم الاعدام في هونج كونج. وبيكون هان متعصب وبيعرفه انه وعد امه يحافظ على اخوه، لكنه فشل في وعده لما سابه معاه، وبيطلب منه سينج يبعد عن المطاردة خوفا عليه وانه ملوش غيره، لكن مش بيهتم لكلامه هان وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح يتقابل مع تريش ويقضي معاها وقت ممتع، لكن بيلاحظ وجود ماك وبيروح يسألها عن هان وبتعرفه انه مجرد صديق ليها، فطلب منه ينضم ليهم في فريق الكورة ويلعب معاهم جولة. وبعد محاولتين معاهم لاحظ هان بأن موريس وعصابته بينتقموا من اللي عملوا فيهم، فقرر يلعب الجولة الأخيرة معاهم على طريقته الاحترافية وقدر يفوز عليهم. وبتشجعه تريش والأطفال اللي معاها لأدائه المحترف. وبنرجع لكولون وهو بيحكي لحبيبته عن أسلوب تعامل أبوه معاه وإنه نفسه يكون هو الزعيم. وقتها بيضرب جرس الباب وبتروح تفتح حبيبته، لكن بتتفاجئ بشخص بيخنقها، وبنشوفهم هما بيقعوا من شباك الغرفة في البحر وبيموتوا. وتاني يوم الشرطة بتطلع الجثث من البحر، وبتروح تريش تشوف أخوها وهي منهارة على فراقه، وبتتعصب على أبوها وبتقول له إن السبب في كل اللي بيحصل، وكمان السبب في قتل أخوها وإن هي بتكرهه. وبيوصل ماك وبيروح يواسيه في موت كولون، وعرفه إنه هيوصل للقاتل في أقرب وقت وهيرجع حقه، وطلب منه يهدي أعصابه علشان يتفرغ لمشروعه الجديد وهو هينتقم لابنه. وقتها بيرجع هال لشقة أخوه بتكون متدمرة بالكامل، وبيلاحظ في صورة أخوه العربية بتاعته، وبيدور على المفتاح بتاعها لحد ما بيلاقيه. ولما بينزل يدور على العربية في الجراج بيلاقي فيها العود اللي بيستخدمه أخوه ومخبي فيه ورقة بعناوين أماكن مختلفة. وبيرجع للشقة تاني وبيلاقي تريش وهي منهارة، وبتعرفه إن أخوها كولون اتقتل وطلبت منه يساعدها، وهان بيوافق. وبنشوف شخص اسمه روث وبيكون معاه مكالمة مع هاري، وبيقول له ان العرض الخاص بيهم مذهل وده انسب مكان يعملوا فيه الاستاد، وهيقدروا يسيطروا على كل حاجة من خلال الفلوس اللي معاهم. وقتها بتكون تريش مع هان في العربية وبتقول له ان كل العناوين اللي كانت مع اخوه بترجع لممتلكات محاوطة البحر بالكامل شبيه للجزيرة. وبيوصل لأول عنوان وبنعرف ان هي ورشة شخص اسمه فيكتور، لكن بيدخل هان وبيلاقي كل العمال مقتولة، وبيروح المكتب لفيكتور وبيلاقيه هو كمان مقتول. ولما بيخرج من الورشة افراد العصابة بتكون لسه في المكان وبترجع تضرب عليهم نار وبتطاردهم. واثناء المطاردة بيقدر هان يتخلص من الافراد المسلحة اللي على موتوسيكل، لكن بيكون فاضل منهم واحد عايش، وبيطاردوا هان قبل ما يهرب وبيخبطوا بالعربية وبينزل يتعارك معاه، لكن بتقع منه الخوذة. وبيعرف هان ان الشخص اللي بيطارده بنت صينية، وعلشان مش هيعرف يتواجه معاها بيستعين بتريش وبيساعدها في القتال لحد ما بيقتلها. بعدها بيروح لابو سينج وبيعرفه ان كان في ورشة فيكتور لكن مقتول مع رجالته، وبيقول له سينج ان اكيد جماعة ايزك هم السبب وكمان هم اللي قتلوه، لكن هان بيقول له ان اللي قتلوا اشخاص صينية علشان كشف واحدة منهم وهو بيطاردهم. وبنروح لماك وبنشوفه وهو بيجبر ملاك الأراضي والمحلات اللي على البحر علشان يبيعوها غصب. وفي نفس الوقت بيروح كاي ومعاه عصابته لأشخاص موجودين على سفينة في البحر وبيقتلهم، وكمان بياخد الفلوس اللي معاهم وبيفجر السفينة. وبنروح لروث وهو بيكلم سينج وبيطلب منه ما يتأخرش عن الميعاد المحدد ليه ويكون معاه عقود الملاك في أقرب وقت. بعدها بيروح إيزك لبنته في بيتها وطلب منها تروح معاه لبيته علشان خايف عليها وكمان تكون تحت حمايته ومحدش يأذيها. وبيكون هان بيراقبهم وبيفضل وراهم لحد ما بيعرف عنوان البيت. وإيزك بيفرج بنته على أوضتها وبيحاول يسترجع معاها ذكريات الماضي وبيفكرها بأمها. وقتها بيقطع كلامهم ماك وعرفه بان في مكالمه لروث ولازم يرد عليها، وبيستغل هان عدم وجوده وبيدخل يتكلم مع تريش وبتكون قلقانه عليه بسبب وجود ابوها ليقتله. واول ما بيدخل إيزك بيستخبى هان ورا الباب وبيعرفها ابوها لو احتاجت اي حاجه تطلبها من موريس، وعرفه يجيب لها بيتزا معاه. وبعد ما بيمشي إيزك بياخدها هان وبيخرج من شباك الغرفه. ولما بيرجع موريس علشان يدي تريش البيتزا بيكتشف انها مش موجوده في البيت. بعدها في الطريق بيعرف هان تريش ان كل العناوين اللي كانت في الورقه اتنقل ملكيتها والبعض منها اتحرق ما عدا عنوان واحد، وبتقول له تريش ان ده عنوان كازينو سايلك واغلبيه الوقت بيتكلم ماك وابوها عنه. وبيقرر هان يروح الكازينو يمكن يوصل لأي معلومة. ولما بيوصلوا بيلاحظ وجودهم سايلك وبيطلب تريش علشان يتكلم معاها، وبيعرفها ان ابوها استولى على كل الممتلكات والاراضي القريبة من البحر وده علشان يعمل نادي كبير وكمان يبقى هو المالك. بعدها بيتواصل ماك وعصابته وبيقتلوا سايلك وبيخطف تريش وبيضرب هان على راسه لحد ما بيفقد الوعي. ولما بيفوق هان بيتعارك معاهم في قتال شرس وبيستخدم خرطوم ضغط المية علشان يتخلص من أسلحته، وبيحاول يضربه موريس ويرميه من الشباك، لكن هان بيمسك في الكرافتة بتاعته وبيسأله عن مكان تريش، ولما بيعرف منه مكانها بيستخدمه كحماية ليه لما بيقع على العربية.
بعدها سينج بيروح الفندق يتقابل مع روث ويسلمه العقود، وبياخد منه الشيك بتاعه، وهو خارج بيتقابل مع إيزك وبيعزيه في موت ابنه. ولما بيدخل يسلم العقود لروث وياخد منه الشيك بيرفض المبلغ، وبيعرفه انه هيكون هو الملك للنادي. وماك ما كانش يعرف حاجة عن خطة إيزك وبيحاول يفهمه، لكن بيتعصب عليه وبيقوله انه خطف اغلى حاجة عنده وهي تريش. ولما بيعرف انه قتل سايلك وابنه كولون بيهجم عليه وبيحاول يضربه، لكن ماك بيستخدم سلاحه وبيضربه بطلقة في بطنه. وروث ورجالته بياخدوا العقود وبيحاولوا يهربوا. وقتها بتشاور تريش لابوها ياخد المسدس اللي جنبه ويخلصها من الشخص اللي مسكها، وبالفعل بيقدر ينقذها. وبنروح لماك وهو بيحاول يطارد روث وبيضرب نار عليه وبيقدر يوقع منه شنطة العقود. لكن فجأة بيظهر هان وبيسأله مين اللي قتل أخوه، وعرفوا إن الصينيين هم المسؤولين. وقبل ما يقتله بتنقذه تريش وبتضرب عليه نار وبيقع من أعلى المبنى. بعدها بيروح هان لكاي وبيعرفه إنه خاين وكان السبب في قتل أخوه، وبيعرفه كاي إن أخوه ما كانش مناسب للزعامة وكان لازم يتخلص منه. وبيدخل معاه هان في مواجهة عنيفة بينهم، وبيتصاب بحرق في إيده وبيستغل كاي إصابته وبيحاول يقتله، لكن هان بيرجع بكل قوة وبيقدر يقتله وينتقم لأخوه. بعدها بيروح لأبوه سينج وبيقوله إنه المسؤول عن قتل أخوه علشان يحافظ على وعده مع روث، وبيحاول سينج يديله المسدس علشان ينتقم لأخوه، لكن بيرفض هان وبيعرفه إنه بلغ الشرطة علشان تقبض عليه ويسيبه للقدر يعذبه. وقبل ما يخرج هان من المكتب بيضرب سينج نفسه بالنار وبينتحر، وبتوصل تريش علشان تطمن عليه وتحضنه وبتاخده معاها. وبكده يكون فيلمنا خلص، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.